حتى إن بعضها كان أصحابه يكرهونه. فمنهم مثلا عنبسة الذي اشتهر بالفيل، كان يلقب بالفيل، وهو شيخ أبي عمرو البصري، قارئ البصرة، أبي عمرو المازني البصري. فشيخه عنبسته اشتهر بالفيل، وقد كان يكره هذا اللقب. فجاء إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك فقال: يا عنبسة، ما الفيل الذي تلقب به؟ قال: ما ألقب بالفيل؟ قال: بلى، ما سمعت قول الشاعر: لقد كان في مهران والفيل حاجز لعنبسة المهدي إلي القوافية. هذا من شعر الفرزدق. قال: ما هكذا قال الشاعر، إنما قال: لقد كان في معدان واللؤم حاجز لعنبسة المهدي إلي القوافية. قال: إن أمرا تفر منه إلى اللؤم العظيم. إنه قال: لقد كان في معدان والفيل حاجز لعنبسة المهدي إلي القوافية، فهو بدلها فقال: واللؤم، فقال: إن أمرا تفر منه إلى اللؤم العظيم.